أكلات آخر الشهر بقى اللذيذة والموفّرة، حاجة جميلة جدًا، جدًا، وفي نفس الوقت سهلة جدًا، وتفصلنا شوية عن اللحوم والحاجات التانية التقيلة، حاجة كده خفيفة وسريعة. تعالي أقول لِك الطريقة بتاعتي في عمل القرنبيط المقرمش. أول حاجة معايا هنا قرنبيطاية زي ما أنتِ شايفة كده، أو زهرة زي ما بيسموها في السعودية. بابدأ إن أنا أشيل الجزء اللي فوق ده، اللي هو القلب بتاعها بالشكل ده، باقورها كده زي ما نكون بنعمل الكرنب كده. بالشكل ده، وبعد كده بابدأ إن أنا أفصّص الزهرة اللي تحت بتاعة القرنبيط. أشيل الأول الزوايد دي، إحنا خلاص دي مش محتاجينها. نضّف مكاننا عشان ناخد على طول القرنبيط نفصّصه، تبقى الدنيا معانا رايقة كده ونضيفة. بابدأ بقى إيه، إن أنا أفصّص القرنبيط كده، ولو في أي حتّة من العروق اللي جوّه دي سميكة والّا حاجة باقصّرها شوية. وتقطيعة القرنبيط على حسب بقى أنتِ عايزاه سميك، عايزاه رفيّع، عايزاه يكون خفيف، دي ترجع لِك أنتِ. أنا إيه، باقطّعه كده لحتت زي ما أنتِ شايفة كده، اللي هو إيه، كل وردة مع نفسها كده بالشكل ده. تمام. بعد ما قطعته كده بقى كنت حاطة مَيّة بتغلي على النار. خلاص، أول ما المَيّة بتاعتي تسخن كده بانزل عليها بشوية من الملح وشوية كمان من الكمون، عشان الكمون بيشيل أي غازات في القرنبيط، وبيخلّيه إن هو ريحته حلوة جدًا. تمام كده. هانزل بقى بالقرنبيط بتاعي في المَيّة السخنة، وبعد كده باغطّي عليه وباسيبه لحد ما يستوي. وبعد ما بيستوي كده بابُص عليه في النُص كده. بعد ما بيستوي وبيوصل لدرجة السُوى المطلوبة اللي هتشوفيها دلوقتي، بنطلّعه على طول. نغطّسه بقى كُلّه في المَيّة كده ونغطّي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. نرجع بقى بعد ما عدّى وقت كده حوالي ربع ساعة والّا حاجة، نرجع نبُص عليه تاني ونشوفه. بنطلّع القرنبيط كده وبنبدأ نضغط عليه، لو لقيناه إن هو استوى بالشكل ده كده، بنطلّعه على طول. هو خلاص كده بقى التسوية بتاعته ممتازة. عندي هنا بقى الخلطة اللي هنقلي بيها. حطيت بيضتين. خلاص، طبعًا البيض بيبقى على قد، أو الخلطة دي على قد المقدار اللي أنتِ هتعمليه. يعني أنتِ لو هتعملي قرنبيطية قد اللي أنا باعملها مثلًا، هتعملي المقدار ده. هتعملي أكتر هتزوّدي وهكذا. أنا حطيت هنا بيضتين وحطيت عليهم شوية من الدقيق، واحط عليهم بقى التوابل بتاعتي. حطيت شوية من الفلفل الأسود، وهاحط كمان شوية من الكمون وشوية من الملح وشوية من الكزبرة الناشفة، من كل حاجة شوية صغيرين كده. خلاص، دي كده الحاجات اللي هنحطها من التوابل. هاحط كمان معايا حوالي معلقتين كبار من النشا. خلاص، النشا طبعًا عشان تدّي له قرمشة حلوة. خلاص، نحط معلقتين من النشا. هاحط بقى كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده باجيب عود من الكزبرة أو ممكن شبت وكزبرة لو عندِك، بيبقى طعمه حلو جدًا، بيدّي له طعم وريحة حلوة جدًا. باقطّعها صغير كده بالشكل ده عشان تدّيني طعم حلو وريحة حلوة للقرنبيط بتاعي. خلاص، حطيت كل المكونات دي زي ما أنتِ شايفة. هاجيب بقى دلوقتي الحليب أو المَيّة على حسب اللي أنتِ هتعجني بيه، وبابدأ إن أنا أقلِّب فيه كده. هنا أنا كنت نسيت أحط لون الزعفران. أخدت شوية صغيرين كده من لون الزعفران وحطيتهم عشان يدّينا لون حلو للقرنبيط بتاعنا. وبابدأ إن أنا أقلِّب كده. أنا عايزة القوام بتاعها يكون تقيل شوية، يعني أخَف من عجينة الكيكة سِنّة كده. هنا أنا كنت حطيت اللبن فحسيت إن هي خفيفة، فزوّدت شوية من الدقيق بالتدريج كده لحد ما نوصل للقوام اللي أنتِ هتشوفيه دلوقتي. خلاص، فتحكّمي بقى في العجينة على حسب أنتِ عايزاها. أنتِ طبعًا إحنا عايزينها تقيلة، فهنتحكّم فيها. لو لقيناها خفيفة هنزوّدها شوية دقيق، لقيناها تقيلة هنزوّدها شوية من المَيّة. إحنا كده ده القوام اللي إحنا عايزينه، اللي هو لمّا نحط فيها القرنبيط تثبت عليها بالشكل ده. هانزل بقى بكمية القرنبيط اللي أنا هاقليها، وابدأ إن أنا أقلّبها كويس جدًا. تقدري بعد المرحلة دي إن أنتِ تعملي خلطة من الدقيق والتوابل والنشا زي اللي بنعملها للستريبس كده، لو أنتِ عايزاه أكتر قرمشة. يعني لو أنتِ عايزاه مقرمش زيادة أوي، هتعملي الخلطة اللي هي بتاعة الدقيق، وأول ما تطلّعيه من الخلطة اللي هي السايلة دي، هتنزّليه في خلطة الدقيق. عايزاه مقرمش وسط، ما يبقاش مقرمش أوي وناشف زي الستريبس، هتعملي الطريقة دي. هتطلّعيه من الخلطة وهتنزّليه في الزيت على طول بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. خلاص، يعني هو هنا كده مقرمش، بس مش مقرمش زيادة زي اللي بيبقى عليه cover من الدقيق من برّه. عايزة تزوّدي القرمشة أكتر، هتعملي طبقة من الدقيق، هتحطي عليها كل التوابل اللي إحنا حطيناها، وكمان النشا ولون الزعفران، وهتقلبيهم مع بعض وتطلّعي من الخلطة دي تحطي في الدقيق. بس هو كده كان حلو جدًا.
هابدأ بقى أول ما ينشف كده وياخد معايا لون، بابدأ إن أنا أقلّبه بالشكل ده، وأول ما ياخد معايا لون من جميع الاتجاهات باطلّعه على طول. الأكلة دي حلوة جدًا ولذيذة وموفّرة وكل حاجة، وطبعًا فوايدها جميلة جدًا. عملت بقى معاها شوية من المكرونة وبيض مسلوق وبطاطس مسلوقة ومتحمّرة. دي كده الفتافيت اللي كانت اتبقت من القرنبيط بتاعي. كان في بواقي صغيّرين كده مش هيتقلوا، حطيتهم كده هاحطهم في طبق، وبعد كده باعملهم زي قرص العجة كده، باحطهم في شوية من الزيت أو معلقة من السمنة، وباعملها زي قرص بيض كده أو قرص من العجة، بتبقى حلوة جدًا برضه، بيبقى طعمها جميل. ممكن تضيفي عليها شوية من الفلفل الأخضر أو الفلفل الألوان وطماطم، هتبقى معاكِ حلوة جدًا. ممكن نبقى نعملها مع بعض في مرة تانية. خلاص، دي كده ركنتها على جنب. هنا بقى القرنبيط بتاعنا كان خلص بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. عملت زي ما قُلت لكم معاه سلقت بطاطس وعملت شوية من المكرونة، وكمان بتنجان مخلل وبيض مسلوق. أكلة حلوة جدًا ومفيدة ومغذية، وكل حاجة فيها كانت حلوة بصراحة، وبتفصلنا كمان عن الأكل التقليدي بتاعنا. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. باي باي.